ايه الاخبار؟ خلونا نتكلم في الفيديو ده عن انا مين وايه الشانل دي وايه الهدف منها. عدت سنة كاملة واخر فيديو نزلته كان من 9 شهور. السؤال بقى كنت فين وايه اللي حصل واختفيت ليه؟ الموضوع كله بدأ بامضتين مورنينج، واحدة ميد وواحدة نايت، وده كان شغلي كدكتور امتياز في مستشفيات القصر العيني. بعد كده كمان بجانب شغلي كدكتور امتياز قررت ان انا اشتغل في مدرسة مدينتي للغات، واشتغلت مدرس بيولوجي لتانية ثانوي. طبعا ده جنب الويب سايت بتاعنا thanology.com اللي برضو بدرس عليه اولى وتانية وتالتة ثانوي. وكنت دايما بسمع عن الاستثمار في البورصة، فحبيت اجرب كمان ودخلت عالم البورصة. ولكن كان دايما السؤال، هل الحاجات دي بتتماشى مع الاهداف بتاعتنا؟ لما بدأنا القناة دي مع بعض كنا حاطين لنفسنا خطة واضحة وصريحة، وكنا حاطين اهداف، وكنا شايفين نفسنا فين كمان 5 سنين كمان. ولكن فعليا خلال السنة دي حصل حاجات كتير قوي غيرت تفاصيل كتير في الخطة دي. وانا دايما بحب امشي مبدأ fixed goals flexible plans، يعني انت ليك اهداف ثابتة وصريحة وواضحة ومش هتتغير، لكن ازاي هتوصل للاهداف دي هو اللي ممكن يتغير شوية. خطتك علشان توصل للاهداف دي هو اللي ممكن يتغير شوية، وده لان الحياة مش ثابتة، احنا مش كل حاجة بنتحكم فيها. زي ما اتفقنا وكلامنا قبل كده عن مبدأ ال 50-50 رول، ان 50% من الحاجات تحت سيطرتك وتحت ارادتك، 50% ظروف خارجية. فانت لو حاطط خطة وملتزم بالخطة دي ومش عاوز تغيرها خالص، طب ما انت في 50% عوامل خارجية، لو انت مش قادر تتكيف معاها خطتك دي هتفشل. فلازم يكون في سنة فلكسبيليتي كده، بحيث ان الخطط بتاعتك ما تفشلش، بحيث ان الخطط بتاعتك تعرف تتكيف مع الاوضاع اللي حواليك. فانا كان هدفي خلال السنة اللي فاتت دي فعلا ان انا اجرب اكتر حاجات ممكنة، اجرب حاجات كتير قوي، علشان في الاخر اشوف مين فيهم بيتماشى مع الاهداف بتاعتي والحاجات اللي انا عاوز احققها في حياتي. فعلشان كده بدأت القناة دي ونزلت الفيديوهات اللي كانت في الاول. صحيح اخر فيديو كان من 9 شهور، ولكننا راجعين وهنتكلم عن الكلام ده، وادوس قوي في الكارير الطبي واشوف شغل الدكاترة بجد. لان طول السنين اللي فاتت، طول السنين بتاعت الجامعة او الكلية، ما بتبقاش قوي ان انت بتبص لمهنة الطبيب من البرسبكتيف بتاع الطبيب، انت بتبص لها من البرسبكتيف او من منظور طالب طب. انت بتدرس، انت عندك تراك ماشي عليه. طب تعال نشوف الدكتور نفسه بقى، يعني نلف بقى من الناحية التانية كده ونروح ما وراء الكواليس ونشوف حياة الدكتور دي شغالة ازاي. فده كان تارجت برضو مهم جدا خلال سنة الامتياز، لان هي اسمها internship، سنة تدريب، ان انت تعدي على تخصصات كتيرة وتبتدي تفهم كل تخصص منهم، وتبتدي تفهم الدكتور ده بيعمل ايه المطلوب منه، شغل العيادات، شغل العمليات، شغل المتابعة بعد العملية، كمان حاجات كتير قوي 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 قوي. وده اللي خلاني اجرب كمان اشتغل كمدرس في مدرسة، واشوف مهنة التدريس، واشوف شغلي مع ستاف في المدرسة، وشغلي مع الطلاب في المدرسة، برسبكتيف مختلف عن شغلي كمان كمدرس اونلاين على الويب سايت بتاعنا thanology.com اللي بندي فيه دروس لاولى وثانيه وثالثه ثانوي في البيولوجي. دلوقتي ما بقتش اولى بيولوجي، بقت علوم متكامله، بس ستيل كنت شغال اونلاين. تعال نشوف برسبكتيف تاني، نشوف برسبكتيف المدرس على ارض الواقع. فكنت شغال دكتور، كنت شغال مدرس اونلاين، كنت شغال مدرس في مدرسة مدينتي للغات، وجربت كمان حاجة جديدة وكان نفسي من زمان اجربها، وهي البورصة والاستثمار في البورصة. فقلت نجرب ونشوف تجربة البورصة دي، ونشوف عالم الاموال وعالم الاستثمار وشراء الاسهم والكلام ده كله. وكل تجربة من دول فعليا علمتني حاجة جديدة ومش ندمان عنها، وهنتكلم عنها بالتفصيل في فيديو لوحده، واحكي لكم عن تجربتي مثلا كمدرس كانت عاملة ازاي، وايه الحاجات اللي عجبتني وايه الحاجات اللي ما عجبتنيش، ولو انت عاوز تشتغل كمدرس ايه الحاجات اللي تخلي بالك منها. فكل تجربة من دول زي ما بقول علمتني حاجة واستفدت منها، واستفدت كمان ان مفيش طريق واحد للنجاح. انت ممكن تنجح طبعا في اي طريق من دول، بس هي الفكرة في الاخر زي ما بنقول، هل الحاجة دي تتماشى وتتوافق وبتالاين مع اهدافك في الحياة ولا لا. كل المجالات هتنجح فيها، بس هل انت شايف نفسك مثلا يعني مستثمر في البورصة، شايف نفسك مدرس، شايف نفسك دكتور؟ في الاخر انت ايه التارجت بتاعك من الحياة؟ وانا التارجت بتاعي، الهدف بتاعي هو ان انا اكون انسان مفيد، سواء انسان مفيد على المستوى الشخصي للناس اللي حواليا، الدائرة اللي حواليا، انسان مفيد للمجتمع، انسان مفيد للعالم كله، مش ببالغ، للعالم كله. بالشانل دي احنا بنقدر نوصل للناس من اي مكان في كوكب الارض، فليه ما نبقاش مفيدين للناس ونشفيهم بمهنة ربنا أنعم علينا بيها، وهي مهنة الطب. فأنا حابب الطب وهكمل في الطب ومش هغير رأيي عنه. الطب مهنة سامية جدا 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 بجد. خلال السنة اللي فاتت دي كانت من أعظم الحاجات اللي الواحد اتعرض ليها، إن حتى لو أنا كنت انترنشيب أنا كنت بشوف ده، حتى لو أنا مش أنا المسؤول عنه شخصيا، بس إن أنت تشوف شخص جاي تعبان والدكتور بيعالجه
فيخرج سليم من المستشفى ويشكر ربنا ان هو كتب له الشفاء على ايد الدكتور ده. كان دايما دكتور ناجي يقول مقولة حلوة جدا: الله يداوي والطبيب ياخذ الاجر. انت ربنا سخرك او ربنا بيستخدمك علشان تشفي امراض الناس. الانسان جاي لك في اصعب حالاته، ربنا بيستخدمنا علشان نكون وسيلة، نكون سبب ان الشخص ده يخف ويرجع سليم ويرجع تاني لبيته ولاهله. فدي مهنة مهمة وحلوة جدا جدا جدا، وانا حاببها لان هي بتالاين مع الاهداف بتاعتي. ونفس الفكرة كمان اليوتيوب هنا، فعلشان كده احنا راجعين بقوة شديدة جدا، لان باليوتيوب كمان احنا بنقدر نفيد مش بس الناس اللي بيجينا المستشفى، انا اقدر افيد او اقدر اوصل مسج وان شاء الله اكون قدها لناس من مختلف الثقافات، من مختلف بلاد العالم، من اي حتة. كلام كبير انا عارف، بس احنا لسه بنبدأ، مفيش حد بيبدأ كبير مرة واحدة. مع الوقت الشانل دي هتكبر والهدف اللي احنا عاوزين نوصله هنوصله ان شاء الله. فعلشان كده احنا راجعين تاني، راجعين بقوة، راجعين بكونسيستنسي المرة دي. وعلشان كده القناة دي مش هتكون عشوائية ولا هينزل عليها فيديو كل 15,000 يوم زي ما حصل. القناة دي هتكون هي المنصة او هي دي المكان اللي بنتبادل فيه الخبرات مع بعض. وكمان خلال الفترة اللي جاية في 3 بيلرز مهمين جدا هنعتمد عليهم علشان نطور ونبني شخصيتنا، وهم دول أسس النجاح. ال3 بيلرز دول، ال3 أعمدة دول هيكونوا سترونج بودي، discipline mind و practical skills. ال3 pillars دول، ال3 أعمدة دول هم أركان النجاح في أي حاجة في الحياة. إن يكون عندنا strong body، جسم قوي فايق نشيط، مش طول الوقت نبقى قاعدين همدانين وتعبانين مش قادرين نعمل حاجة. إن يكون عندنا تاني حاجة discipline mindset، عقلية صح توصلنا للهدف بتاعنا. ثالث حاجة إن يكون عندنا practical skills، مهارات فعلا مفيدة تساعدنا إن إحنا نوصل للهدف بتاعنا وتكون مطلوبة في سوق العمل. وهو ده الموضوع اللي هنتكلم عنه في الفيديو الجاي. هنديك ديبر كمان في ال3 أركان دول. متحمس جدا للفترة اللي جاية، واللي إن شاء الله هتكون فترة مختلفة، فترة productive جدا لينا كلنا. وعلشان كده ما تنساش تدوس لايك، سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك الرحلة بتاعتنا وعلشان نستفاد سوا. بيس يا شباب.